ازيكم عاملين اخوات وحبايب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه هنعمل القرص الفلاحي الخمره بطريقه بسيطه جدا ومقادير بسيطه جدا، وهتطلع معاك كمان مظبوطه جدا وطريه ومش هتطلع ناشفه خالص. معايا اول حاجه كيلو من الدقيق، وحطيت عليه كيس خميره فوريه، وبعد كده حطيت عليه حوالي معلقتين ونص من السكر، ونص معلقه من الملح، ونص معلقه بيكنج باودر. هقلب بقى كل المكونات الجافه دي كلها مع بعض. هجيب بقى علبة زبادي، افضيها كده على المكونات الجافة، حوالي كوباية ونص من السمنة. هي السمنة يا جماعة اللي بتطريها، مش حطيت زيت خالص. هعجنهم بقى مع بعض كده، هعجن بقى كويس حوالي ربع ساعة كده من العجن علشان تطلع معاك مظبوطة. بعد ما عجنتها كده هسيبها بقى لمدة ساعة او ساعة الا ربع لحد ما تخمر خالص معاك. وهنا خمرت يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده، طرية وجميلة وكانت منفوخ خالص. امسك بقى واحدة واحدة كده اقطعها، وكمان كورتها كده وسبتها. انا عملت واحدة بس قدامكم، بس بعد كده كنت كورتهم وبعد كده سبتها لحد ما اللي في الفرن بيطلع علشان اسيبها بخمرها. تمام. بعد كده بقى مليت الصينيه زي ما انتوا شايفين، هدخلها بقى الفرن لحد ما تاخد كده يعني تحس ان هي اتنفشت وكبرت كده زي ما انتوا شايفين. تاخد بقى اللون الذهبي من فوق ومن تحت. وهنا طلعت بقى القرص جميله جدا وطريه زي ما انتوا شايفين كده. والله يا جماعه الكاميرا كمان ظلمها جدا بصراحه، تحفه وشكلها روعه. جربوا الطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم. ودي بعد ما طلعت كده من الفرن شكلها روعه اهيت زي ما انتوا شايفين. ان شاء الله هتعجبكم الطريقه. واللي عجبه بقى الفيديو يعمل لايك للفيديو، ولو اول مره يشوف قناتنا ينزل يشترك فيها ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.